مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. جهود لتربية المواشي ورفع إنتاج الألبان في حقات. دعم المؤسسات الصحية في شعب. دعم المحتاجين ماليا في عدكه. أزمة في العلاقات بين كولومبيا وروسيا بعد طردهما دبلوماسيين. إيران تعلن مقتل 11 شخصا في انهيار ثلجي بعد انتهاء عمليات البحث. وعاصفة فيلا تجتاح شمال غربي فرنسا وتؤدي لقطع الكهرباء عن آلاف المنازل. السلام عليكم ورحمة الله. أوضح مكتب وزارة الزراعة في مديرية حقات السيد إيوب تسفاي إن الجهود الجارية لتربية المواشي ورفع إنتاج الألبان في مديرية حقات تحقق نتائج مرضية، وذكر اتخاذ مبادرات جيدة لتربية أبقار الألبان المختارة والدواجن لتحسين حياة المزارعين. وأشار إلى توزيع حوالي 9000 من الفراخ مجانا هذا الشهر ل275 أسرة ترعاها المرأة، وكذلك تقديم الفراخ ل75 أسرة بسعر 15 نقفة للفرخة الواحدة. وأوضح عدم وجود نقص في منتجات الألبان حاليا بفضل الجهود التي يقوم بها الخبراء لتنمية وتهجين الأبقار المتواصلة. من جانبها أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حقات السيدة للتخدان والدجابر إن مبادرة وزارة الزراعة لمساعدة المرأة المحتاجة تسهم في تحسين حياتها المعيشية، داعية الحاصلات على الدعم للعمل لتحقيق المبتغى. أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية شعب ممرض الولادة زيناوي قبر دنقل بتطور الخدمات الصحية في المديرية لتدعيمها بالقدرات البشرية والمعدات الطبية، وأوضح إدخال المعدات وتوظيف الكادر الصحي في المركز الموجود في منشب حاضرة المديرية، مشيرا إلى انخفاض الوفيات والإعاقة الناتجة عن العادات المتخلفة. وأوضح تقديم وكلاء الصحة في القرى للخدمات المشهودة وتقديم خدمات التطعيم حتى في المناطق النائية، وذكر حدوث كثافة في العمل من شهر ديسمبر وحتى إبريل لقدوم الرحل من مديرية أفعبت وأجزاء من إقليم عنسبة. قال مسؤول عيادة فلكت في مديرية أفعبت إن الولادة في العيادة ارتفع بنسبة 57%. وأوضح الممرض زقاي يوسف إن هذه الزيادة نتاج أنشطة التوعية الصحية الجارية، وإن تطعيم جميع الأطفال في المنطقة يعكس الوعي الصحي المترسخ. وأشار إلى تنفيذ أنشطة برامج جماعية لإصحاح البيئة في ضواحي فلكت وإطحل وأقلامت. وأفاد السكان حصولهم في العيادة على خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال ومكافحة وعلاج الأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى تشخيص وعلاج الأمراض والصيدلة. تلقى المحتاجون في عدكه بمديرية قال نفحي دعما ماليا، وقدم المحسنون في القرية 180 ألف نقفة ل150 أسرة. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية قال نفحي السيد مسفن قبر تنساي إن الدعم مواصلة للمساعدات المجتمعية المستمرة للمحتاجين، مشيدا بمقدمي الدعم. من ناحية ثانية قدمت السيدة برهت هبت ميكائيل المقيمة في إيطاليا 30 ألف نقفة لجمعية معاقي الحرب. استشهد أمس 27 من ديسمبر المناضل المقدم قبر في السهية هيله عضو قسم النظام والقانون في الإقليم الأوسط عن عمر بلغ 68 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل قبر بقوات التحرير الشعبية عام 1975 وخدم في فترة الكفاح المسلح وحتى عام 2003 من جندي عادي وحتى قائد كتيبة ومسؤول لفرع التسليح في فرقة عسكرية، ومن عام 2004 وحتى يوم استشهاده في قسم القانون والنظام في إدارة الإقليم الأوسط. المناضل المقدم قبر في السهية أب ل9 أبناء،
وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم 28 من ديسمبر في مقبرة الشهداء في مبادره. وتعرب إدارة الإقليم الأوسط عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل المقدم جبراء في السهية، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود لمواصلة الأخبار. تصاعد التوتر بين كولومبيا وروسيا بعد تبادل البلدين إبعاد دبلوماسيين في أعقاب إعلان حكومة بوغوتا في مطلع الشهر الجاري طرد 2 من الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية لدى كولومبيا، وهو الإجراء الذي ردت عليه موسكو بالمثل بإبعاد 2 من الدبلوماسيين الكولومبيين العاملين في سفارة بلديهما في روسيا. ولم تفصح كولومبيا رسميا عن أسباب قيامها بإبعاد الدبلوماسيين الروسيين، غير أن عددا من وسائل الإعلام الكولومبية تحدثت عن ضلوعهما في أنشطة تجسس في البلاد. واكتفت حكومة بوغوتا بتأكيد أنباء إبعاد روسيا ل2 من دبلوماسيها ردا على الإجراء الكولومبي. وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكو قال في مقابلة صحفية منفصلة قبل يومين إن الكشف عن المزيد من المعلومات لا ينسجم مع مبادئ استمرار العلاقات الثنائية بين كولومبيا وروسيا. وأحجمت وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية لدى بوغوتا الرد على تساؤلات وسائل الإعلام الكولومبية بشأن أحداث إبعاد الدبلوماسيين بين البلدين. أعلن الهلال الأحمر الإيراني إتمام عمليات بحث استمرت ل3 أيام في موقع انهيار ثلجي، وأحصى سقوط 11 قتيلا بين متسلقي الجبال جراء الحادث والطقس السيء في مرتفعات شمال إيران. وأفادت جمعية الهلال الأحمر عبر تويتر أنه بعد 3 أيام من البحث والإنقاذ أعلنت انتهاء العملية مع العثور على جثث 11 متسلقا. وكانت الجمعية أفادت سابقا عن العثور على 8 جثث ومواصلة البحث عن متسلقين فقدوا في مرتفعات جبلية بشمال العاصمة. وكان المتسلقون ضحية انهيار ثلجي وعواصف بعد طقس سيء شهدته العاصمة الإيرانية خلال الأسبوع. وتقع طهران عند أسفل سلسلة جبال البرز التي تمتد على مسافة نحو 900 كيلومتر من المناطق الحدودية مع أذربيجان في شمال غرب إيران إلى منطقة خراسان في شمالها الشرقي. أدت عاصفة بيلا التي تضرب شمال غربي فرنسا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل بالمنطقة. وتصاحب العاصفة رياح قوية تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل. وبات آلاف السكان بدون كهرباء وتأخر إقلاع الطائرات أو اضطرت لتغيير مسارها بعد أن تسببت العاصفة بيلا التي ترافقها رياح عاتية بهطول أمطار غزيرة في معظم شمال فرنسا. وذكرت شركة تشغيل للمطارات أن أكثر من ثلث الرحلات الجوية من مطار شارل ديغول الرئيسي في فرنسا في شمال باريس تأخرت بمعدل 50 دقيقة بسبب العاصفة. وتم إعادة توجيه 3 رحلات متجهة إلى مطار أورلي في جنوب باريس، بينما هبطت طائرة تابعة لشركة إيروفلوت في أمستردام، وعادت طائرة آتية من لوكسمبورغ من حيث أتت. وحدثت اضطرابات مماثلة في جنوب إنجلترا، حيث سجلت رياح وصلت سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة في جزيرة وايت. في الوقت نفسه انقطعت الكهرباء عن نحو 20,000 منزل في ويلز، بينما لوحظ تأخير في وصول القطارات بسبب سقوط الأشجار على شبكة السكك الحديدية. أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.
وبحسب وكالة شينخوا الصينية أطلق القمر الصناعي ياوجان 33 على متن صاروخ لونغ مارش 4C، ودخل المدار المخطط له بنجاح. وكانت هذه الرحلة رقم 357 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش. كما أرسلت المهمة أو أرسلت قمرا صناعيا لتجارب التكنولوجيا الدقيقة والنانونية إلى المدار. وسيجري استخدام القمرين الصناعيين لإجراء تجارب علمية ومسح موارد الأرض وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد منها. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.